السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم الكاتشب القمر اللي انتوا شايفينه ده بطريقة سهلة جدا وبسيطة وأحسن من بتاع بره بكتير. بتاع بره بيبقوا ضايفين عليه مية ونشا كتير، فعلشان كده بيبقى لونه فاتح. أما احنا هنعمله مع بعض كده طماطم مركزة لونها أحمر مزهزه كده زي ما انتوا شايفين. جربوه بالطريقة دي، مش هتجيبوه من بره تاني إن شاء الله. تعالوا بينا كده على طول ندخل على الطريقة. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا أسماء شاور ودي قناتي. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أول حاجة كده جبت حوالي كيلو من الطماطم، قطعته كده في كوز الخلاط وضفت عليه شوية مية صغيرين بس علشان الخلاط يشتغل معايا. بعد كده هاخد الطماطم دي واصفيها كده بالصفاية بتاعتي كده علشان تطلع كل البذور والقشر بتاع الطماطم. هصفي بقى كده كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده، واتخلص بقى من القشر والبذور اللي بتطلع معايا دي. خلاص كده انا صفيت كل الطماطم اللي عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخد الحلة دي كده واحطها على نار عالية لحد ما تغلي معايا. اول ما تغلي كده بهدي النار عليها، وكل شوية باجي اديها كده تقليبة لحد ما تتسبك معايا والمية اللي فيها كده تتبخر. خلاص هنا كده المية كلها اتبخرت من الطماطم زي ما انتوا شايفين كده وبقت تقيلة معايا. هجيب معايا هنا ربع معلقة من الملح، ربع معلقة من الفلفل الأسود، وكمان 3 معالق كبار كده من السكر حوالي ربع كوباية. معايا كمان ربع كوباية من الخل. طبعا السكر هنا على حسب التذوق، انتي دقتيه كده لقيتيه محتاج شوية سكر كمان ضيفي شوية سكر علشان الكاتشب بتاعنا بيبقى طعمه كده مسكر. هسيبهم بقى كده لحد ما يرجعوا يغلوا معايا تاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هكون مجهزة معايا نص كوباية من المية، عليها معلقة كبيرة من النشا، وهقلب بالشكل ده كده. واول ما تغلي خلاص كده تبقى جاهزة معايا بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. لقيتوها معاكوا تقيلة قوي، ممكن تزودي شوية مية كمان لحد ما تظبطي القوام بتاعها. خلاص كده الكاتشب بتاعنا جاهز، هفضيه في الطبق كده. شايفين لونه كده احمر مزهزه تحفه كده، مش زي اللي احنا بنجيبه بنبقى لونه فاتح قوي. شايفين ده بقى عامل ازاي؟ بجد ده طعمه حلو جدا. جربوه بقى علشان بجد يستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني بفيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.